حنعمل 4 سلطات بجننوا بنفس الصوص. أهلا وسهلا فيكم أصحابي الغاليين. اليوم حنعمل 4 سلطات بجننوا بنفس الصوص. يعني انتوا في رمضان حنعطيكم مجال انه تعملوا كل يوم سلطة شكل، عشان بتعرفوا هذا بتشهون على اشي وهذا بتشهون على اشي. فاليوم حنعمل 4 سلطات بالمايونيز، يعني صوص خطير وسلطات بتجنن. والحلو فيها انه لازم تعملوها على بكير وتحطوها في الثلاجة. يلا نعملها. واول حاجة عندنا حنعملها اللي هي الصوص. عندي كوب مايونيز، حنزل نص كوب لبن، معلقة سكر ومعلقة خل ورشة ملح وربع كاسة حليب. حضيفها بالتدريج لحد ما اوصل للقوام اللي بدنا اياه، لحد ما تصلوا للقوام اللي هو هذا هيك بجنن كريمي وناعم وهيك بيكون. هلقيت اول سلطة عندنا اللي هي السلطة الروسية. بالنسبة للسلطة الروسية هحتاج 3 اشياء. عندي بطاطا وبازيلا وجزر، الثلاثة مسلوقين 80% تقريبا. ودايما الخضار بعد ما تسلقوهم بالمي السخنة، اذا بدكم هيك يضلهم ماسكين حالهم، بعد ما تخلوهم من المي السخنة صفوهم وحطوهم هيك غسلة بمي باردة. هحط عندي البازيلا، البطاطا والجزرات. هلا هحط عليهم مقدار الصوص، هلخبط. اكتر اشي زاكي بسلطات المايونيز انه ممكن تعملوهم من الصبح، ولازم اي سلطة فيها مايونيز انها تضل في الثلاجة اقل اشي 5 ساعات. وهذا اللي بخليها كتير مناسبة لرمضان صراحة. بتعملوها من اول النهار وبتقدموها في اخر النهار. وهيك السلطة الروسية أول سلطة معانا صارت جاهزة بكل سهولة وبساطة. 5 ساعات في الثلاجة وبتقدموها على أذان المغرب. السلطة الثانية اللي كتير زاكية وأنا كتير بحبها وحنعملها هي سلطة الذرة بالمايونيز. مكوناتنا برضو كتير بسيطة. أول شي عنا فلفل رومي أحمر أخضر أصفر، ممكن تشكلوا كمان بالألوان اللي برجع لكم طبعا. عندي هنا شبت أو عين جرادة مفروم ناعم، وعندي علبة ذرة مسلوقة، وعندي كمان مشروم معلب. بدي احكي لكم شغله صغيره بالنسبه للذره وبالنسبه كمان للبازيلا. اختاروا النوعيه اللي هي بتكون معاكم بتستوي بسرعه وكمان تكون معاكم حلوه مش مره. كثير بتفرق نوعيه الاشياء. اول حاجه حضيف الذره، حضيف المشروم، فليفله، حضيف عليهم الشبت وحنخلط. يعني حنعمل لك اوبن بوفيه يوم رمضان. كتير شكلهم وحلو وطريقة تقديمهم كتير حلوة للعزايم برمضان، للأطفال للولاد عشان بتشهونوا كتير في رمضان. وهيك كمان تاني سلطة عنا سلطة الذرة بالمايونيز صارت جاهزة وعلى الثلاجة. وأكيد مايونيز يعني لا يخلى من الملفوف. عنا حنعمل سلطة ملفوف أحمر لحالها بالمايونيز، وحنعمل كمان سلطة الكول سلو. وهلا بدنا نبشره. وده قاعدة دايما في الكول سلو، حجم او كمية الملفوف بتكون ضعف كمية الجزر. وهلا بتجهزوا ايديكم وبتقعدوا تبشروا. دايما الملفوف يكون مبشور ناعم. وهيك بعد ما فرمناه او بشرناه بشكل ناعم حنحط عليه الجزر وبتلخبطوا. اعتقد فيش حد فينا ما بحب الكول سلو. مقدار الصوص انتوا بتحددوه حسب الملمس وحسب بالنظر يعني. فانا هنا حسيت انه بده كمان صوص بتضيفه.
وكمان هيك سلطة الكول سلو، لا أزكى سلطة كول سلو صارت جاهزة وعلى الثلاجة. أخيرا وليس آخرا، هذا معشوقي أنا، الملفوف الأحمر. حناخد نصه وبتشيلوا هاي القمعة وحنبشرها برضو كتير ناعم. الملفوف الأحمر بشرناه، وعن جد الملفوف الأحمر من أفيد الخضار الموجودة، عن جد حاولوا تستغلوها دايما، تحطوها حتى بالسلطة الخضراء، كتير 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 زاكي ومفيد. شوفوا لي لونه ما أحلى أكتر. نوع ربع من الصحن. والعشق الملفوف الأحمر، شوفوا لي لونه ما أحلى. هذا عشان إيش؟ نخفف زحمة عليك على الطاولة وبرضه تقدميه بشكل حلو. وسلطة الذرة اللذيذة، أنا بسميها دايما سلطة الأطفال على قد ما بحبوها. حبتين زيتون أو مثلا شوية بقدونس، وهيك بتزيني سفرتك بأربع أنواع سلطات ترضي كل الأذواق بنفس الصوص. عن جد السلطات بتجنن وبتفتح النفس ومنظرها كتير حلو، تبيضي وجهك قدام ضيوفك في العزايم. صحتين وألف هنا، ورمضان يجمعنا دايما على كل حب ولقمة حب.